جماعه انا عايز اقول لكم ان الصحه مش حرمان، الصحه هي انتظام متوازن على نظام غذائي معين علشان اقدر اوصل للي انا عايزه. هما ليه دايما بيحاولوا ينكروا نظام الطيبات وعلاقته ايه بالبشره والشعر؟ لما تمنع الزيوت المهدرجه والسكريات المصنعه والمواد الحافظه، صحتك العامه هتتحسن والانفلاميشن هيقل، وده طبيعي هيعكس نضاره مؤقته لان جسمك اتخلص من السموم. وعلشان انا خليل كير هقول لك معلومات مفيش حد قولها لك في الفتره اللي جايه ولا قالها لك في الفتره اللي فاتت. بقى نفهم ألف ب فسيولوجيا. الجسم لما بيدخل يا أصدقائي الأعزاء في مرحلة حرمان من العناصر الأساسية زي البقوليات مصادر الفيتامينات والدهون الصحية لفترة طويلة، اشتغل بعقلية اسمها البقاء للأقوى. جسمك ده جواه لستة أولويات، أعضاء الحيوية زي القلب والكلى الكبد بقى اللي بتاخد المعادن والبروتينات الأول علشان تعيش. الشعر والبشرة والضوافر دي كماليات بالنسبة للجسم، بتمشي على حرمان طويل. الخلايا المسؤولة عن مسيلات الشعر اللي محتاجة حديد وزنك بشكل مستمر بتجوع. ممكن فعلا تحس بتحسن في صحتك العامة، مال بشرتك وصحة شعرك. وده بقى يا أصدقائي الأعزاء اللي أنا عايز أقوله لكم، إنكم لما هتمشوا على النظام ده لفترة طويلة هتلاقوا بشرتكم بقت شحبة وشعركم بقى بيتساقط، إن بكل بساطة التغذية اللي كانت واصلة للسكين بارير أو البصيلات أو أطراف الشعر بقت صفر. عايز أقول لكم من الأكل فوريت حل عشان تقدروا ترجعوا له الفيديو ده تاني، وعندكم مشكلة حصلت بسبب نظام الطيبات اكتبوا لي في الكومنتات، ولو مكملين على نظام الطيبات قولوا لي مكملين على نظام الطيبات لحد إمتى. كير سكين كير أند هير كير. سلام.